لك سعادة وروقان ومشاعر جميلة. الحلقة دي بجد النهاردة مهمة جدا جدا. فبجد ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتتابعها، لأن انت لو مشترك في قناتي سيفوتك الكثير من البهجة ومن السعادة. هتكلم النهاردة بجد عن حاجة مهمة جدا، عن الآخرين. يعني حلقة بعنوان من مشاعر الخذلان لمشاعر السعادة والإيه والروقان. الحياة اللي احنا عايشين فيها، الإنسان مننا ممكن يبقى له ناس قريبة منه يقول بس ياه، ده الناس دي هي سندي في الحياة، ده الناس دي هي أقرب حد ناس ليا. ويجي عند التجربة الواقعية الحياتية يلاقي فعلا إن الناس دي مش كويسة أو مش سند له أو كده. من شوية كنت أنا بحب دايما أشوف قصص حياة الناس، خصوصا المشاهير وكده، لأن قصة حياة كل إنسان لما أنت تتبعها أنت بتتعلم حاجة جميلة، يعني كأن أنت عشت عمره ده. فأنت بتتعلم حاجة جميلة فعلا من الإنسان ده أو من الشخصية دي. هي كانت فنانة. فنانة دي رغم إن كان حواليها المجد والشهرة والمال، وكان حواليها الأزواج اللي بيحبوها، لكن مع كل وأنا هقول لكم أنا ليه بحكي القصة دي. لكن مع كل زوج هي حبته كانت بتحصل مشكلة، والحب بيتغير، لدرجة إن هو كان زوج منهم كان عايز يضربها، حاجات كتيرة جدًا قاسية حصلت لها يعني. ف أنا لمّا شُفت وفي الآخر خالص هي اتجهت لربنا، ويعني وبقت إيه، يعني ما بتاخدش سعادتها من الناس. فالقصة دي اللي على فكرة دي بتاعة فنانة قديمة، وفنانة باحبها جدًا كلنا بنحبها، بس طبعًا مش هنقدر نقول أسماء عشان إيه، الحقوق، حقوق الطبع والنشر والحاجات دي. المهم يا أصدقائي، آآ وغيرها. أنا ياما شُفت أبّهات كان أب كويس جدًا مع أولاده وحصل له مشاعر خذلان، وأمهات بتبقى كويسة بيترموا في دار مسنين وحاجات كده. خلّيني أقول لك على حاجة مهمة جدًا، القناعة دي أنا عايزك تحطها في عقلك الباطني جميل. أنت جيت هنا لوحدك وهتمشي لوحدك، وهتتحاسب قدّام ربنا لوحدك. خلّيني أقول لك إن كل الناس اللي أنت شايفها في حياتك دُولًا، أنا عايزك تعتبرهم كلّهم، 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 كلّهم عبارة